نحكيها في قضية ماذا تفعل تركيا. أحب أن أذكر السيد التركي أن الجيش الأمريكي دخل ب160 ألف جندي، 4500 كانوا قتلى على أيدي العراقيين و17 ألف معاق و34 ألف جريح. ثلث الجيش الأمريكي تم تدميته في داخل الأراضي العراقية، وعند انسحابه يعرف العالم ماذا فعل العراقيين وهم كانوا بدون حكومة. العراقيون كانوا بدون حكومة وفعلوا ما فعلوا. وأنت تتحدث الآن عن تحدي. العراقيون لا يتحداهم أحد على أراضيهم يا سيدي. جربوا وسترون ماذا سيفعل العراقيون. الآن بفصائل الحشد الشعبي نستطيع ليس فقط هزيمة الجيش التركي. تذكر عندما دخل الأمريكان و30 دولة معهم لإسقاط النظام العراقي، أصدر الرئيس التركي آنذاك أمرا إلى الفريق إسماعيل من تركيا بالدخول داخل الأراضي العراقية، ورفضت رئاسة الأركان التركية ذلك وقالت نحن لا نصمت سوى أسبوعين أو 3. أما يعني أنت الآن تريد أن تعلم العراقيين كيف يقاتلون وهم يقاتلون من عام 1975، وأنتم تعرفون العراقيين جيدا، ولكن استغلال للظروف هذه والتعكز على داعش، هذا بمعنى أنكم عقدتم حلف مع داعش لاستغلال هذه الظروف والدخول إلى الأراضي العراقية. وليس العراق الآن وروسيا يحمون داعش، أنتم من مولتم داعش، أنتم من سلحتم داعش، أنتم من تلصقون الآن مع داعش. والآن فضائحكم والفضائح الاستخباراتية التي تجري يوميا على كل وسائل الإعلام بالعالم تظهر بالدليل الملموس قيام حزب العدالة والتنمية ورئيسكم وعائلته كيف يدعمون داعش. تتحدث عن تحدي للعراقيين في أراضيهم. جربوا وسترون من هم العراقيون.